البروباغندا، أظن أنه معظمكم جاز عليه هذا المصطلح، وكاين ناس اللي كانت ضحية ليه ومش فايقة طبعا في مختلف المجالات، وأنني حنتكلم على مجال واحد اللي مازال الأصداء تاعو تتواتر، واللي هي كأس إفريقيا وما حدث في النهائي. طبعا وسنتحدث على كيف كنا جميع المنتخبات المشاركة كانت تشارك في مسرحية، كان كاين ناس اللي كان فايقة لهذيك المسرحية، وكان كاين ناس اللي كان ضحية ورايحة على راسها. مسرحية كأس إفريقيا التي أقيمت في مملكة مراكش. أروح تفهم. أولا نشوف هذا الفيديو نعودو نرجو. وما خلينا ما درنا باش نساودي كاس افريقيا وتطنودي تاكلي تهز فرماجه تلقاي نصيري تمام مشات الشاهقه تهز سنيده تلقى الزلزولي تهز سباكيتي تلقى حكيمي كيتشوب فيه دجاج سكر فيه بونو يا الدراري اش ما ناكلوش والتار على الغديد خاص يلصقوا تصويرتهم في شي قالب ديال السكر داك الزرق وقالب. هذا الفيديو يظهر طريقة الترويج التي كانت في مملكة مراكش، وهي عبارة عن طبع صور اللاعبين والمنتخب في المواد الغذائية، وتم اختيار المواد الغذائية لأنها المواد التي يتهافت عليها المواطن المراكشي بشكل يومي. بمعنى آخر أن صورة المنتخب تم طبعها في رأس المراكشي بطريقة لا يستطيع أنه ينساها أو أنه ما يقدرش يشوفها. بمعنى آخر أنه في حياته اليومية كان يشوف المنتخب بتاعه بطريقة متكررة، ربما في النهار يشوفها 3 4 5 خطرات في المحل ولا في الداخل في المنزل. أنا غشت هذا الفيديو جاني مباشرة الفيلم تاع ويل سميث اسمه فوكس. هذا الفيلم يتكلم على أحد المقامرين يلعب القمار، واحد يلعب القمار ويتلاعب بالخصوم تاعو، وفي النهاية دائما ما يربحهم. كيفاه؟ يهيئ لهم في البداية يبين روحه باللي هو يخسر الرهان، من بعد يخلي الطرف الآخر يطمع ويعادي السقف، من بعد يربحوا. وفي النهاية وخاصة لقطة النهاية الخصم تاعو اللي ربح معاه مبلغ كبير خلاه يعيش بطريقة يومية واحد الرقم، دائما يشوف واحد الرقم وخلاه يشوف عديد المرات. من بعد كي جاي يتراهنوا وياه طالوا المنظار وقال له خير لاعب أو أي رقم يحمل له اللاعب. خير روحوا المباراة، إحدى المباريات تاع كرة القدم الأمريكية، وقال له خير لاعب ولا رقم حاملو لاعب. الضحية تاع ويل سميث خير الرقم اللي كان يشوفه كل يوم. وبالمناسبة الضحية تاع ويل سميث كانت بالو بلي هو اللي كان يسيطر على اللعبة، ولكن لا، هو اللي كان داخل اللعبة اللي كان يسيطر عليها ويل سميث، واللي كان يلعب فيها دور الضحية. بمعنى آخر هنا نتكلم على الشعب الذي تم التلاعب به من قبل المخزن على أساس أنه اللقب والمنتخب راح يحقق إنجاز بطريقة غير مسبوقة، ومتأكد ودايروا في باله بلي أنه هذا اللقب اللي راهو جاي، لأنه موجدين رواحهم للأقاويل اللي راح تنقال بلي أنه فيه شيء من الحكام وصوالح، دايروا له في راسه أنه هذا المنتخب هو القوي وراح يجيب اللقب، حتى ولينا نسمعوا أنه اللاكوب هذه مش خارجة منه. أما فيما يخص الأفارقة والدول الأخرى المشاركة تم أيضا التعامل معنا بنفس الطريقة، واللي هي من خلال الصور اللوحات الإشهارية. منذ بداية البطولة، قبل ما تبدأ البطولة أصلا، الوفود الإفريقية والجماهير كي دخلت تساءلت حول هذه الصورة، خاصة عند نصف النهائي. في نصف النهائي الناس انخدعت، قال لك سبحان الله، قال لك المنظمين توقعوا أنه هذا هما اللي حيكونوا في نصف النهائي، وهي لا، تم الإعداد لهذا النصف النهائي منذ البداية. والصورة هنايا هاي الدليل في اللوحة الإشهارية. لك حتى هذا التصريح اللي خلاوه بعض الناس يمر مرور الكرام. أنا من البداية أقول لك على أنه تم وضع البرنامج على أساس المنتخبين اللي كانوا قبل بداية البطولة يعتبران هم الأقوى على المستوى الإفريقي، المغرب السنغال، وضع لكي إن تصدر مجموعتهما لن يلتقيا إلا في المباراة النهائية. فبالتالي هذه العملية ديال التفريق كانت مقصودة. طيب حاليا مبرمجة. الصورة بدأت تتشكل منذ إعلان صافرة النهاية. وبالمناسبة لولا القدرة الإلهية، أقول وأكرر أن القدرة الإلهية هي الوحيدة التي تدخلت من أجل قلب الموازين، وكل شيء كان مسطر من أجل أن تحمل مملكة مراكش هذا اللقب. والرائحة النتنة صعدت إلى السطح. سيناريو مفضوح بطريقة فجة. هناك بعض الدول وبعض المنتخبات التي مارست الكولاسة
ولكن بالطريقة اللي مارستوها انتوما هذه غير مسبوقة، وحتى أنها طريقة بدائية وقديمة جدا ومكشوفة. كارثة والله.